بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ انا يسعدني ان شاء الله اني اعلن عن مسابقه يمكن تكون جديده من نوعها، يعني بعنوان بايدينا بكره احلى، وهي في مجالات فنيه كتير، سواء كتابه شعر غنائي او غنى او تلحين او توزيع غنائي واخراج فيديو. تمام، ودي المرحله الاولى من المسابقه، لان ان شاء الله انا عندي يعني طموح انها تتطور والامور تزيد. الفكره جات لي الحقيقه، انا بقالي سنه الفت غنوه اسمها بايدينا بكره احلى، هي من 3 كوبليهات حاليا، والغنوه دي الحمد لله خدت جايزه في التاليف الغنائي يعني. وانا الحقيقه يعني عماله افكر ايه اللي اعمله فيها، وبعدين فكرت ان انا ممكن احولها لعمل جماعي يعني. فالمسابقه فانا هتكلم عن كل جزئيه. مبدئيا عايزه اقول قبل ما ادخل في التفاصيل ان نفترض ان في حد متعدد المواهب، يعني حد بيكتب وفي نفس الوقت بيغني، تمام، او بيلحن ويوزع، ممكن تتقدم في اكتر من حاجه. وبرده المسابقه دي ما فيهاش اي شرط غير موهبه، يعني مفيش شروط في السن ولا في اي حاجه، لكن طبعا يستحب ان اللي يكون هيقدم يكون جاد ويكون فنان هاوي عايز يحترف. ليه؟ لان زي ما بقول لكم انا عندي طموح الموضوع ده يكبر. يعني احنا مبدئيا هنعمل غنوه من 10 كوبليهات، وبعد كده ممكن بعد كده ونعملها على هيئه فيديو. بعد كده ممكن تبقى عرض مسرحي، ممكن بعد كده نطورها وتبقى اوبريت، فيعني بعد كلمات الاغاني دي تتحول مسرحيه كامله، وما بين كل كوبليه في الغنوه يبقى في مشهد تمثيلي، وهكذا. الموضوع ممكن يتطور معايا، فيستحسن اللي هيتقدموا فعلا يكونوا جادين، ويكونوا عندهم استعداد ان اولا ان احنا لما نيجي نعمل فيديو ممكن يعني حسب رؤيه مخرج الفيديو بقى اللي يعني يقرر يعمله، ممكن يقول ان يعوز الناس تتصور وهي بتغني، يعني ده وارد. فاللي يعني اللي يقدم يكون عنده استعداد لكده، يكون عنده استعداد ان لو في اي احتمال ان هتبقى في حفلات مسرحيه تتقدم لها علاقه بالاوبريت ده، ان هو يكون عنده استعداد يتواجد، سواء ولد او بنت لو سمحتوا. وانا هدخل بقى في التفاصيل طبعا حسب كل موهبه. طبعا الاولويه حاليا للكتابه. اغنيه بايدينا بكره احلى انا الفتها في اكتوبر السنه اللي فاتت، تقريبا من سنه بالظبط، والفت فيها 3 كوبليهات. انا عارضه مسابقه عايزين يبقى تاليف جماعي للغنوه ان شاء الله، فحابه ان يبقى في 7 شعراء غنائيين هواه في الوقت الحالي وحابين يحترفوا، يالفوا لي 7 كوبليهات على نفس نهج كوبليه الغنوه. الغنوه هتلاقوها عندكم في الديسكريبشن، وانا في الاخر هغنيها، ويا ريت اللي حابب الشعر الغنائي يسمعها متلحنه لسبب مهم. يعني طبعا مهم ان اللي انت تعمله يكون موزون مع اللحن، فعشان كده يستحسن تسمعها. وهي لها فورمات، يعني هتلاقيها بقول اكيد هيجي اليوم حاجه 3 كوبليهات وبعدين جملتين وبعدين بقول بايدينا بكره احلى. تمام. مش مطلوب انك تثبت قوي على نفس الفورمات دي، يعني مثلا بقول اكيد هيجي اليوم الحب يجمعنا، ممكن انت تنوع تقول يا ريت ما يجي اليوم الفرقه تبعدنا مثلا، ماشي، لكن في النهايه هي بنفس الوزن. يعني انا ما عنديش اي مشكله انك تنوع، وده مش اسطمبه. وبعدين لو تلاحظوا برضو الغنوه اللي انا كاتباها هي كلامها عام جدا، تمام. كلامها يعني مش قايله فيه كلمه مصر، مش قايله فيه، مش باين انها غنوه وطنيه ولا دينيه، ولا تحس انها غنوه تفاؤليه بس، يعني لغايه دلوقتي في ال3 كوبليهات اللي انا عاملاهم. فممكن برضو انا بقترح اللي هيبعتوا لي يعني يبتدوا يناقشوا قضايا لها علاقه بمصر. يعني مثلا ممكن حد يالف حاجه لها علاقه بالوحده الوطنيه، حد يالف حاجه لها علاقه بالمستقبل. ممكن بدل ما نقول بايدينا بكره احلى في احد الكوبليهات نقول بايدينا مصر احلى. تمام. فانا ما عنديش يعني بقول لكم امشوا على نفس الوزن، لكن في مجال الابداع. وطبعا من المعايير اللي يعني لما نختار الشعر الفائز التنوع، يعني حاول برضو يعني دي من احد المعايير ان كل كوبليه كده يبقى له شخصيته. طبعا اللي عايز يزود فرصه في الفوز ممكن يبعت لي اكتر من كوبليه، تمام. بس انا هختار احسنهم عشان تكافؤ الفرص، يعني هبقى حابه ان 7 شعراء غنائيين يستفيدوا من الفرصه دي ان هم يظهروا، تمام. ده بالنسبه للشعر الغنائي، وده له الاولويه. طبعا عايزين نكمل كتابه الغنوه يعني. بعد كده انا عايزه 9 بيغنوا، وزي ما بقول برضو هواه عايزين يحترفوا لو سمحتوا، يعني او حتى ابتدوا يعني في سكه الاحتراف، عشان زي ما بقول لكم الموضوع ممكن هيبقى فيه جديه بعد كده، وفي عروض ويعني تمام. وكل الاعمار طبعا اهلا وسهلا. بالنسبه للغنى انا هعوز 4 بنات و5 شباب، عشان احنا زي ما بقول لكم هي في النهايه هي حاليا فيها 3 كوبليهات، وهتبقى 10 كوبليهات بعد ما نخلص جزء الكتابه بتاعها.
فانا هغني واحد من الكوبليهات، وهبقى عايزه 4 بنات يغنوا 4 كوبليهات، و5 شباب يغنوا بقيه ال5 التانيين. تمام. يستحسن لما تبعتوا لي يعني تبعتوا لي طبعا حاجه بصوتكم، ولو لكم اعمال قبل كده سابقه على النت يكون يعني يبعتوا لي لينكاتها. طبعا كل ما تبعت لي حاجات اكتر عن شغلك هقدر اخد قرار احسن. لكن يستحسن انكم تغنوا لي برضو كوبليه من الكوبليهات الغنوه، انتوا هتلاقوها تحت 3 كوبليهات، واحد منهم كده احب اسمعه بصوتكم. بالنسبه للتحكيم انا مش هحكم الغنى، انا هحكم الشعر الغنائي بس. لكن الغنى والتوزيع الموسيقي واللحن هنتكلم عنه بعد كده. كل ده انا ليا اصدقاء دارسين موسيقى فعلا، هم اللي حكموا الكلام ده، ودارسين فوكال ويعرفوا ايه الصوت الحلو ايه. فانا مش يعني عشان فعلا اضمن ان الموهوب فعلا هو اللي يكسب، هيكون في ناس هم اللي بيعملوا تحكيم لجزئيه الغناء بالتحديد. تمام. فدي الفكره بالنسبه للغنى. وبعد كده احنا طبعا محتاجين بقى مخرجين فيديو يبقى لهم رؤيه. يعني لو هم طبعا الناس طبعا يعني هحتاج حد يكون عنده خبره سابقه عشان اشوف شغله واقدر اقيم. تمام. لان بقول لكم اول مرحله ان احنا هنعمل 10 كوبليات من غير ما دي متلحنه ومتوزعه باصوات 10 اشخاص، وتتعمل فيديو بس تبقى متميز بقى، الاخراج بتاعه يبقى متميز. فاللي حابب يشترك معانا يتعاون في الموضوع ده طبعا ايه هحتاج ان يكون له خبره سابقه ويبعت لي لينكات لايه لشغله. بعد كده بالنسبه للحن الغنوه دي الحقيقه انا لما الفتها كان ليها لحن كده هو ده اللي هتسمعوها بيه يعني في ذهني. في بعض الناس حاولوا يلحنوها الحان ثانيه بس لغايه دلوقتي ما جاش اللحن اللي احس انه حلو. لكن انا ما بقولش ان اللحن اللي انا عاملاه ده قران منزل لسبب، انا الحقيقه عشان انا يعني بحب قوي الاغاني الكلاسيك. الناس اللي سمعوا اللحن ده كلهم اغلبهم قالوا لي الغنوه كلماتها جديده واللحن قديم، يعني اللحن شويه ايه ممكن يكون في لحن يكون ايه في حياه اكتر او يكون. فانا لا انا بقولش ان اللحن ده لازم. اللي حابب فيكم عنده اقتراحات لالحان ثانيه ممكن يبعتها، لكن برضو اللي هيدخل بيبعت له الالحان برضو هي مسابقه في التلحين. يعني انا في الاخر هعرض لو حد قدم لي الحان مختلفه هعرض الالحان دي على لجنه التحكيم اللي لها علاقه اللي هم دارسين موسيقى من اصدقائي اللي انا هتعامل معاهم، وهم هيقيموا برضو في الحته في الجزئيه دي. انا يعني مش هتدخل قوي، بس هيكون من ضمن المعايير الحلوه ان احنا يكون مش تقليدي، وكمان انه يبرز يعني امكانيات الصوت في اللي بيغنوا. لان انا لا في جاني لحن مثلا كان نايم قوي، لا انا عايزه لحن برضو ايه يبقى فيه حته ايه يعني يبقى فيه فوكال ايه اختلاف في الصوت، يبقى فيه كده بحيث اللي بيغنوا دول برضو موهبتهم الغنائيه ايه اللحن يبرزها. تمام. فده بالنسبه للتلحين. فبالنسبه للكتاب الشعر الغنائي والمغنيين واللي عندهم اقتراحات للحن مختلف عن اللي هتسمعوه في الاخر او مخرجي الفيديوهات، هو اهلا وسهلا ممكن يبعتوا لي على طول. بس طبعا الاولويه هتكون للكتابه، ومش هقدر اعمل حاجه غير لما يعني لازم الاول ان احنا نخلص نستقر على 10 كوبليهات الاول. بس هبقى في نفس الوقت ممكن بنبقى بنسمع لجنه التحكيم الخاصه بالغنى بتسمع اللي هيغنوا يعني دي جزئيه ثانيه مفيش تعارض. بعد كده بقى بالنسبه للتوزيع اللي عايز يشترك في التوزيع ما يستنى بقى لغايه ما نستقر على لحن. يعني هو ده الوحيد اللي هقول له استنى شويه معايا. هبقى بعد كده لو استقرينا على لحن معين في النهايه هو ده اللي هبقى احطه في فيديو واقول اللي عنده اللي حابب يوزع يبعته. طبعا اللي عايز يبعت لي لحن متوزع اصلا، يعني انا مثلا في حد عندي في صفحه ابداعات القراء على المدونه وما شاء الله فنان شامل، يعني بيكتب وبيغني وبيوزع وبيلحن. انا هبعت له يعني الفيديو ده يشوفوا. فزي ما كنت قلت لكم في الاول اي حد اللي عنده المتعدد المواهب ممكن يدخل باكتر من موهبه، فممكن حد يبعت لي لحن بتوزيعه مفيش مشكله. لكن اللي هيبقى دوره التوزيع بس يستنى لغايه ما نرسي على لحن نهائي ان شاء الله. وزي ما بقول لكم هو طبعا يعني انا طموحي كبير ناحيه اوبريت بايدينا بكره احلى. ان احنا الاول هنبداوا كغنوه تتحط على اليوتيوب ويبقى اخراجها متميز، بعد كده ممكن ان شاء الله تزيد عن كده وتبقى مسرحيه كامله وتبقى تتخلاها الاغاني، ونبقى بنعمل بقى حوار مسرحي مرتبط بموضوع الاغاني. عشان كده برضو بقول لكم نوعوا، يعني كتاب الاغاني لو سمحتوا نوعوا شويه في اللي بتكتبوه، ونعالج كده قضايا لها علاقه بواقعنا المعاصر في مصر اخباره ايه. تمام. يعني انا ما فيش اي قيود خالص على الكتابه غير انها في الاخر تتوزن مع اللحن. وبعدين انا ليه بقول لك اسمع اللحن حتى اللي هيكتب في الاخر علشان
حتى لو بعد كده غيرنا الجمله اللحنيه، ما دام هي توازنت مع اللي انا عاملاه، يبقى حتى لو غيرنا الجمله اللحنيه بعد كده هتمشي. لكن صعب، لكن لحد كده دي حاجه مش موزونه، دي اللي هتبقى ايه، هضطر ان انا يعني مش هينفع ان انا اخدها. تمام. الا لو اتجننا بقى وقررنا ان احنا نعمل الحان مختلفه، ده موضوع تاني، بس يعني انا مش عايزه اعقد الموضوع اللي عايزين ننجز فيه. فياريت نلتزم يعني بالنسبه للكتاب بان اللي هيكتبوه يتوازن مع الجمله اللحنيه اللي موجوده حاليا. بس والحقيقه يعني طبعا ميزه المسابقات اللي زي دي بالنسبه للفنانين موهوبين، ان احنا كلنا بنساعد بعض ان احنا نتعرف، دي احد المزايا طبعا. لان تخيل انت مثلا هتساهم في حاجه دلوقتي مشترك فيها مثلا حوالي 20 شخص، 7 كتبوا و9 غنوا، انت لما تساهم بالجزء بتاعك الصغير ده كل دول هيعملوا شير للشغل. يعني انا طبعا يعني العائد اللي هيعود على اي حد يشترك في المسابقه دي هي الظهور. تمام. الناس الفائزين هيستفيدوا بحته ان هم يتعرفوا على نطاق كويس، حتى لو من خلال النت. بس انا عايزه اقول لكم فعلا ان عن تجربه النت بيجيب شغل فعلا. يعني انا الحمد لله حاليا يعني شغلي على اليوتيوب ابتديت اتعاون مع ناس بالف لهم اغاني مسرحيه يعني الحمد لله. فالشغل على النت فعلا يعني ممكن تتعرف من خلاله ولو حاجه متميزه. وطبعا فيديو زي ده لما يتعمل كل واحد فينا هيعمل له شير في اليوتيوب شانل بتاعته، كلنا هنعمل له شير في كل حته، فانت هتبقى بتبذل مجهود بسيط بس ناس كتير قوي قوي ايه يعني بتسوق شغلك. فطبعا دي برضو حاجه مفيده، يعني العمل الجماعي له فوائد كتير قوي. ويمكن الحقيقه انا الحقيقه كانت فكره الغنوه دي عندي من زمان، بس كل شويه تحصل حاجه وجيت عايزه اتكلم عنها بقى. فعلا نويت حصل احداث ماسبيرو، يعني كنت انا مغمومه اصلا، وكنت عملت فيديو اتكلمت فيه عن احداث ماسبيرو نفسها. يعني الموضوع اتاجل شويه، لكن انا مفكره فيه من فتره الحقيقه الفكره دي يعني، واتمنى انها تلقى استجابه وتلقى صدى منكم. واحنا الحقيقه يعني هناخد وقتنا، يعني انا ما فيش حاجه مستعجلين عليها، مش هنكروت يعني. وهنحاول ان كل اللي يتقدم يعني ان يا ريت تكون الموهبه فعلا يعني انا مش هجامل على حساب الموهبه، يعني اهم حاجه عندي الموهبه. ما يهمنيش طبعا، ما عنديش اي اشتراطات لها علاقه لا بشكل ولا بسن ولا باي حاجه من دي خالص. الموهبه هي بس المعيار الوحيد. وبس، وربنا يوفقنا جميعا للخير يا رب، وتكون فرصه كده ان انا اتعرف على فنانين كتير متميزين، وتبقى بدايه تعاون مثمر بينا ان شاء الله. تمام. طيب اسيبكم بقى تسمعوا الغنوه. السلام عليكم. أكيد هيجي اليوم الحب يجمعنا، أكيد هيجي اليوم هنحس بالمعنى، والمريح لأكيد لو إيدها تحضن إيد، ده المريح لأكيد لو إيدها تحضن إيد، وهنخطي أي بعيد والدنيا هتسعنا، وبإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى، بإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى. وأكيد هيجي اليوم الحلم يتصدق، أكيد هيجي اليوم والورد يتفتح، وكل الهموم هتدوب والفرح يملى دوره، كل الهموم هتدوب يا رب والفرح يملى دوره، وشمس مالها غروب هتدفي أيامنا، وبإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى، وبإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى. وأكيد هيجي اليوم والفجر هيشقشق، وأكيد هيجي اليوم وطيرنا هيزقزق، وكل طفل وليد
في قلبه حلم عنيد، وكل طفل والد والدة في قلبه حلم عنيد، وهمة صلبة حديد هتشق أحزاننا، وبإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى، ده بإيدينا بإيدينا وبإيدينا بكرة أحلى، وبإيدينا بكرة أحلى. بس يا جماعه هي دي الغنوه. طبعا انا الحقيقه يعني واضح انا تعبانه، زوري وجعني الحقيقه. فبرضه الاداء مش قوي، بس الاهم حاجه ان احنا نوصلكم يعني. ده اللي يهمني يعني. واي حد حابب بقى يشترك في المسابقه يا ريت يبعت لي على بحب مصر قوي @gmail.com، بحب مصر قوي @gmail.com، ويقول لي حابب يشترك في انهي حاجه. وطبعا بالنسبه للي هيشتركوا في الغنى طبعا هتوقع زي ما قلت يعني يبعتوا لي اوديو بصوتهم، ويا ريت برضو يعني كوبليه من كوبليات الاغنيه تقولي بالشفاء. وبس ده كل يعني الفكره. يعني اتمنى انكم تتحمسوا لها، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا لكل خير باذن الله. السلام عليكم.